مواكبة للبلدان المتقدمة والمتطورة في مجال البناء والإعمار، وضعت مديرية التخطيط في محافظة ذي قار التصميم الأساس لمدينة الناصرية من قبل شركة إنجليزية بالتعاون مع أخرى عراقية، والتي كان واجبها جمع البيانات وإجراء المسوحات اللازمة للتصميم. المرحلة الأولى تتضمن إعداد التصميم الأساسي ومسوحات اللي تتضمن الحضرية والإقليمية داخل المدينة واللي يحيط بالمدينة ككل. المرحلة الثانية تتضمن تحليل الدراسة والبيانات. المرحلة الثالثة تتضمن إعداد البدائل الأولية للتصميم. المرحلة الرابعة تتضمن التصميم الأساسي بصورة أولية. المرحلة الخامسة تتضمن التصميم الأساسي بصورة نهائية. على أرض الواقع حاليا احنا ضمن المناطق اللي توسعنا عليها تملكنا قسم من عدها وخصصنا بها مجمعات سكنية. التصميم تم الانتهاء منه منتصف العام 2011، حيث يعتبر مرحلة أولى يأتي بعده التصميم القطاع التفصيلي. المصمم أخذ على عاتقه أن يوسع مدينة الناصرية من 77 كيلومتر إلى 192 كيلومتر مربع. استخدم في التصميم أحدث البرامج الحاسوباتية، تلك التي تعمل بدورها على تسهيل مهمة العاملين عليه في سرعة جمع المعلومات ومعرفة النتائج. تحديث التصميم الأساسي لمدينة الناصرية أنجز من قبل شركة إنجليزية، بالإضافة مع شراكة مع مجموعة المخططين العراقيين، واستخدم فيه أحدث الأنظمة المعمول بها دوليا، وهو نظام المعلومات الجغرافية Geographic Information System، الذي يسهل الكثير في تحديد المواقع بصورة دقيقة بالاعتماد على الصور الفضائية المجهزة من قبل الشركة. كذلك هنالك مشروع آخر استراتيجي، وهو التخطيط الهيكلي للمحافظة من قبل ال SGI الإيطالية، ويعد من المشاريع الضخمة حسب وصف المسؤولين عنه، حيث يدرس جميع القطاعات في المحافظة كقطاع النفط والغاز وقطاع الاقتصاد والنقل والزراعة والبنى التحتية والكهرباء إلى آخره من القطاعات. وتلك الخطة طبقت في المجمعات السكنية التي يعمل على إكمالها حاليا. ويتضمن كافة خدمات العالمية وفق مواصفات عالمية، تتضمن روضة، تتضمن مدرسة ابتدائية، تتضمن مركز صحي، تتضمن سوق، تتضمن غرف حرس، فكافة الخدمات متأمنة للمشروع. والتخطيط العمراني يعنى بالحياة سواء في الريف أو المدينة، ويعمل على إيجاد الحلول الهندسية للمشاكل التي تواجهها، مثل التضخم السكاني والعشوائيات وأزمات المرور وتنظيم الحركة بين السكان والخدمات، حيث يبدأ من الأحياء السكنية فالقطاع ثم المدينة والإقليم وصولا إلى مستوى الدولة. يعتبر التخطيط العمراني من أولى الخطوات التي تعتمد عليها الدول المتقدمة والمتطورة في بناء اقتصادها، كونها تشكل نقطة انطلاق لجميع القطاعات والدوائر عند المباشرة بعملها. لبرنامج صباح الخير يا عراق، سنان خفاجي، الناصرية.